هتعمل اسم للاكاديميه. لازم يبقى اسم كويس، واسم لو اخترت اسم حاجه تدخلك السوق. على فكره الاسم بيفرق جدا في دخول السوق. يعني انت لو عملت اسم مثلا، لو انت بتعمل حفظ قران، تخيل معايا انك عملت حاجه اسمها حفاظ القران، فاصلا ده في السيرش، واصلا ده في البحث بتاع الناس ولما يجوا يشوفوه خلاص دي معروفه ان هي خاصه بالقران. يعني بلاش تعمل اسماء اكاديميات ملهاش علاقه بحاجه خالص. يعني بلاش تروح تعمل مثلا اكاديميه اس ان ام وهي اصلا اكاديميه خاصه بتعليم الناس مثلا علوم شرعيه، او تعليم الاطفال، او تعليم ايا كان. يعني حاول تخلي الاسم مشتق من هدفك او مهنتك. انت شغال تعليم، فخلاص هات اسم خاص بالتعليم. وحبذا يكون حاجه مباشره. يعني حبذا يكون الاسم بتاعك حاجه مباشره. يا عم بعد كده ابقى غير زي ما انت عايز، واكتب الاسماء والاختصارات اللي انت عايزها. ولكن من الحاجات الرخمه قوي اللي بتحصل في الاكاديميات انه يسموا اسم ملوش علاقه خالص بالاكاديميه ونشاط الاكاديميه. ده بيحصل شويه تشتت كده، والسيرش بيبقى متعب وحاجات زي كده. بس انت شغال في القران، سمي حاجه خاصه بالقران. شغال بالفقه، سمي حاجه خاصه بالفقه، وهكذا.